حباتي، ومثل ما شفتوا الفيديو المعلاق. أول شغلة نفصل الفشة والقلب عن المعلاق ونعوف المعلاق واحدة. نخلي الفشة بجدر ونخليها على الطباخ ربع ساعة عدل حتى تطلع كل الزفر، وهاي الخطوة جدا ضرورية. نقطع المعلاق مثل القطع اللي انتو تحبوها، بس هاي أفضل شي حتى تستوي بسرعة. ونغسله كلش 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 زين، ننقعه بمي ونخليه لحد ما الفشة تستوي. وشوف الفشة شلون النفخت والزفر كله طلع لي فوق. وهنا نصفي الفشة وشوف الزفر اوه ماي جاد، وقعت كاميرتي ما يخالف عبروها. وهنا اجينا نوشل المعلاق ولاحظتوا شلون ذاب دم. وهنا نقطع الفشة قبل ما نغسلها وقبل كل شي. شوفوها شلون مستوية، حتى المعلاق ما يطول عندك، واذا ويا الفشة راح يتزفر، وهذا الشي عن تجربة. ونغسل الفشة جدا جدا زين 3 مرات، وبنجانا ننقعها وبكل الطرق غسلوها. أهم شي ينظف. ونجاح طبخة المعلاق مو طريقة الطبخ، طريقة الغسل كلش مهمة. وهنا جدر وخلينا زيت، ويا ريت لو عندك لية تخلي اللية. أنا كانت ما متوفرة عندي اللية، بس اضطريت أسويها لأن حبوها البيت واشتهوها. وهنا أحمس البصل، بس مو كلش أحمسه هواي لأنه راح يحمس ويا المعلاق. وهنا نحمس البصل والمعلاق كله أكون مجهزته وغاسلته وخابطته كله سوا. وهنا ذبيت المعلاق وبديت أحمس بيه على نار وسط. أهم شي تحمسيه كلش زين. وهنا بديت أحمسه وذبيت 100 بصرة ورشة بهارات جدر فقط. تريدين تخلين شوية فلفل أسود اسم كيفش خلي. وهنا قبقته ونصيته وعفته ربع ساعة عدل حتى يذب المي مالته. شوفوا المي بدون زفار وبدون أي شي، والريحة يا سلام. خلوه يحمس على راحته ولا تستعجلون. بس مثل ما قلت لكم أهم شي تغسلوه كلش كلش زين. وهنا هم رجعت أشوفه ولا تعوفوه تروحون وتقعدون، جدرك تظلي واقفة على راسه. وهنا حمس عندي ونشف وما بقى ماي إلا كلش قليل. جبت ماي حار وذبيته عليه بعد ما حمس كلش زين. قبقته، لاحظوا ولا قطرة الزفر ولا أي شي، وريحته تجنن يا أخي لو يا أختي. وهنا كمل وألف عافية. ساعة عدل